يا مساء الفل والجمال. المطبخ رايق ومستعد. تفتكروا هنعمل أكلة إيه النهاردة؟ جهزنا الخضرة الفريش والتوابل والزيت عشان نظبط أحلى أكلة بتفتح النفس. هسيبكم تعرفوا لوحدكم. أيوة بالظبط كده، أكلتنا النهاردة مفيش اتنين يختلفوا عليها. هنعمل أحلى سلطة رنجة ودي مقاديرنا اللي هنحتاجها. نقول بسم الله ونبدأ. أول حاجة نفتح الرنجة بتاعتنا ونخليها من الشوك كويس جدا، وادي الفقرة النقربة لقلبي. ننزل بقى بالبصل الأخضر، نفرمه ناعم بيدي طعم وقرمشة ملهمش حل في السلطة. أنا بحب أقطعها على البلانشة. وما ننساش الخضرة بتاعتنا نفرمها عشان تدي لون حلو وطعم فريش يكسر ملوحة الرنجة. رنجتنا مخلية ومظبوطة، ومعاها الليمون اللي ميكملش الأكل من غيره، وشوية خضرة وطبق الطحينة التمام. وبعدين نقطعها حتت صغيرة بالشكل ده عشان تبقى سهلة في الأكل وتدوب في البق. وفي بولة كبيرة ننزل بكل المكونات، الرنجة مع الخضرة والبصل، ونغرقهم بالطحينة ونقلب يا سيدي على الروائح. حضروا العيش السخن وبالهنا والشفا. نيجي بقى للسر كله، نجهز الطحينة بتاعتنا ونقلبها كويس مع الليمون والزيت لحد ما قوامها يظبط وتبقى كريمي. فاكرين البيض المسلوق اللي سلقناه في الأول؟ أيوه هو ده وقته. هنقطعه أنصاف كده ونرصه بشكل شيك كبلدي يوسع عليه ده. سيدي على الحلاوة، بصوا الطبق طالع عامل ازاي؟ دي لوحة فنية مش مجرد غدوة عادية. لحظة واحدة، احنا لسه مخلصناش. اوعوا تنسوا اللمسة السحرية، رشة زيت زيتون محترم وكده. طبعا أكلة زي دي مينفعش تتاكل حاف إطلاقا. جهزت السفرة بتاعتنا المتواضعة، وأهم بطل في الليلة دي كلها نزل العيش السخن الطازة. وكده أكلتنا بقت جاهزة للغزو المباشر. السفرة مرصوصة، الجو رايق، والريحة جايبة لآخر الشارع ومجوعة الجيران. مستنيين إيه؟ يلا بينا نسمي الله وندخل على التقيل. وكده نكون خلصنا. ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب. قلنا نحرش النهاردة. سلام.